هنبدأ نستكمل حل أسئلة على بايثون، وطبعا السؤال ده هو سؤال في التكرار. تمام، هنطلب قيمتين من المستخدم هيدخل القيمة الأولى مثلا نفترض 100، وهيبدأ يدخل القيمة التانية اللي عايز يبدأ يعد منها. تمام، فهو هيدخل 100، هيبدأ يدخل القيمة التانية 50 عشان يبدأ يعد منها، فهيعد من 50 ل100. هنبدأ نتعرف ده طبعا هيتعمل ازاي. هبدأ ان انا اكتب هنا مثلا the number. تمام، وهنبدأ نقول ان ده يساوي قيمة رقمية، ونفتح الأقواس ونكتب هنا input، ونفتح الأقواس بتاعت input، وهنا هنكتب له الرسالة هو هي input ايه. تمام، بعد كده هنكتب هنا مثلا enter any number. تمام، هنبدأ ان احنا ننظم الكود بتاعنا ونديله باك سلاش ان، وبعد كده ناخد الكود ده copy وننزل تاني مسافة ونكتب بيست، او ندوس طبعا كنترول في يعني. بعد كده هكتب مثلا بدل هنكتب start number، وهنا هنكتب بدل اني هنخليها the number you want start with. تمام، بعد كده هننزل كام مسافة كده ونبدأ نكتب for، هنستخدم for in، هنكتب for I in، ونكتب هنا طبعا الدالة بتاعتنا بتاعت range. وبعد كده هنبدأ نفتح الأقواس بتاعتها، ونبدأ ان احنا نكتب له هنا المتغيرات بتاعتنا. احنا عندنا ايه؟ عندنا الرقم اللي هيبدأ منه اللي هو start number. تمام، وبعد كده عندنا الرقم. تمام، اللي هو الرقم عموما اللي احنا هنكتبه اللي هو the number، او اللي هو المستخدم هيكتبه في العموم اللي هو any number. تمام، any number ده هيكون طبعا زائد 1. تمام. تمام، هنبدأ ان احنا طبعا نحط نقطتين في الاخر وننزل سطر ونكتب هنا print، وبعد كده هيبرنت ايه؟ هيبرنت طبعا I او العداد. هنبدأ ان احنا نعمل له run enter any number، هنكتب مثلا 1000. تمام، هنا enter the number you want to start with، هنكتب مثلا 105. هيبدأ طبعا يعدل لي من 105 ل1000. تمام، لا هو كده كتير، انا مش هطلع لحد 105، بس هو يبدأ يعدي من 105 ل1000. نبدأ ان احنا نتكلم عن مثال تاني بيطلب قيمتين من المستخدم، وبيتم جمعهم وطرحهم وضربهم، وبعد كده بتظهر النتيجة معانا. ففي الاول خالص هنبدأ ان احنا ندخل طبعا او نعلن عن متغير بمعنى صح، ونبدأ ان احنا نقول له ان هو هيكون رقمي. نبدأ نفتح الاقواس بتاعتنا ونبدأ نكتب input والاقواس بتاعة input، ونبدأ هنا نعرفه هو هي input ايه. هنكتب enter مثلا first number. تمام. تمام، هنبدأ ان احنا ناخد الكود ده زي ما هو كده copy، ننزل تحت copy paste، ونبدأ نغير. هنا نكتب 2، وهنا بدل first هنكتب second، ونبدأ ننزل سطرين تاني ونبدأ نكتب هنا ده بالنسبة للجمع. تمام، هيساوي طبعا number 1 زائد number 2. تمام، هنبدأ ان احنا ناخد الكود ده copy، ونبدأ ننزل نعمل له paste للثلاث عمليات. هنا هنعدل، هنخليه هنا طبعا بالنسبة للطرح، وهنا اكيد طبعا اخر عملية عندنا اللي هي الضرب. تمام، هنبدأ نغير العلامات، وهنبدأ هنا نحط ماينس، وبس كده حطينا كل العمليات بتاعتنا. هنبدأ نعمل هنا print، ونبدأ ان احنا ننظم الكود بتاعنا بالشكل ده. تمام، طيب انا عندي هنا هستخدم if اللي هي if string اللي بتنظم لي طبعا الاوتبوت بتاعي. تمام، وهنشوف طبعا الموضوع ده هيمشي معانا ازاي. ونبدأ ان احنا نحط الكوتيشن مارك بتاعتنا، ونبدأ ان احنا نكتب طبعا هنا نمبر 1، نكتب العملية اللي هتحصل نمبر 1 زائد. تمام، او ممكن نسيب مسافات كده يعني عشان الكود يكون واضح بالنسبة لنا. وهنا هنكتب نمبر 2. تمام،
بعد كده هنكتب يساوي طبعا العملية بتاعتنا اللي هي عملية الجمع. تمام. هنبدأ ناخد الكود ده كوبي وننزله هنا بيست، وننزله تاني هنا بيست. بعد كده هنغير بس العلامات، هنا هنخليه سالب، ومع السالب هنخلي طبعا العملية بتاعت السالب مكان عملية الجمع، وهنا هنخلي عملية الضرب مكان عملية الجمع. تمام. هنبدأ ان احنا هنا نخليه دي عملية الضرب. تمام. كده كتبنا الكود بتاعنا بشكل سريع جدا وبشكل مفصل. تمام. يعني بنكتب المتغيرات بتاعتنا، بعد كده بنكتب العمليات، بعد كده بنكتب البرنت تحت. طيب نعمل رن. هنا انتر فيرست نمبر خلينا 5 مثلا، وبعد كده هنا انتر سكند نمبر هنكتب 5. هنا هيطلع لي كل العمليات مرة واحدة على الخمسة والخمسة. تمام. طيب احنا ممكن نعمل حركة اضافية هنا ما ننساهاش، ننظم الكود بتاعنا شوية. ممكن نكتب هنا برضو باك سلاش وان، ونكتب هنا برضو باك سلاش وان. تمام. على اساس الدنيا تكون منظمة معانا اكتر. هنا انتر فيرست نمبر 5. تمام. نتأكد ان احنا بنكتب تحت هنا. تمام. عشان ما يكونش عندنا اي مشكلة. نبدأ نعمل رن ونكتب هنا فيرست نمبر مثلا ممكن نكتب 10، وسكند نمبر نكتب 10. طلع لي طبعا كل العمليات الخاصة برقم 10. 10 زائد 10 يساوي 20، 10 ماينس 10 صفر، 10 في 10 ب100. تمام. فده كان كود سريع بيطلع كل النتائج مرة واحدة، وبينظم لي طبعا الاوتبوت بتاعي. طب انا لو شلت الاف من هنا وبدأنا ان احنا نعمل رن، وكتبت مثلا 10 وهنا كتبت مثلا 100، هيطلع لي المنظر ده. تمام. تمام. فده كان فايدة الاف اللي انا ضايفها هنا. تمام. تمام. هنبدأ نحل مسألة تاني. هنبدأ ان احنا طبعا نعمل المسألة المشهورة بتاعتنا اللي هي حساب نصف القطر. بنكتب هنا r اللي هو طبعا الراديوس، بنكتب يساوي بنخليها فلوت طبعا لان احنا مش هيطلع الرقم صحيح. تمام. بعد كده بنبدأ نعمل الاقواس، وبعد كده بنكتب input لان احنا مش هناخد طبعا، ده مش هيكون ثابت عندنا، ده هيكون الرقم او الراديوس. مش فاكر هو كان ايه بالعربي، او اللي هو نصف القطر يعني. تمام. ده هناخده من المستخدم. تمام. هنبدأ ان احنا نحط الاكواس بتاعت input، وبعد كده هنعمل الكوتيشن مارك، وبعد كده هنقول له هنا enter the radius. تمام. بعد كده ممكن نحط هنا باك سلاش ان برضو على اساس السطر ينزل معانا لتحت. هننزل هنا نكتب بي اي اللي هي طبعا باي. باي دي اللي هي كانت بتساوي 3 ورقم تاني انا مش فاكره برضو لان انا ادبي، محدش يسألني في الحاجات دي خالص. بنكتبه اللي هو 22 على 7، معرفش بتطلع كام في الاخر فعلا. احنا المهم بالنسبة لنا الكود يطلع صح. الاريا طبعا بتساوي اللي هي المساحة يعني، بتساوي باي في ار اللي هيدخل المستخدم في ار. تمام. تمام. يعني هيتضرب في نفسه مرتين. بعد كده هنبرنت اريا. تمام. بس اريا هنا يعني هنقول له المساحة. تمام. تساوي المساحة تساوي، وهنا هنعمل كوما. تمام. وهنقول له المساحة بتساوي اريا، لان اريا هنا دي المتغير اللي فيه هياخد طبعا القيمة اللي هي الثابتة مع القيمة المتغيرة، وهيطلع لي ناتج حسابها في برنت تحت هنا. فانا هقول له اريا اللي هي الجملة نفسها، تمام، او الرسالة نفسها، بتساوي اريا اللي هي بعد حساب طبعا المتغير مع الثابت اللي عندي. فهنبدأ ان احنا نعمل له رن. enter the radius ممكن نكتبه 12 مثلا. هنا طلع لي الاريا، وهنا طلع لي الكسر ده على اساس ان انا عامل ايه، عامل فلوت. طب هنحسب مثلا، نعمل برنامج يحسب الذكاء. تمام. وده طبعا برضو اللي مشهور معانا، واللي يعتبر اي حد بيتعلم اي لغة بيبدأ ان هو يعمل البرنامجين دول. هنكتب مثلا متغير اسمه ام. تمام. هنقول له الام ده يساوي فلوت برضو. تمام.
ونعمل الاقواس بتاعتها ونعمل انبوت ونعمل الاقواس. هنا هناخد طبعا مثلا ماني لا هنحط، نسينا الكوتيشن مارك، تمام، ما ننساهاش. ماني اماونت مثلا، تمام، اللي هي قيمة المال اللي معاك. وبعد كده هنعمل مسافة، تمام. هنبدأ ان احنا طبعا نكتب المتغير التاني اللي هو الزكاة، تمام، هيساوي، تمام، مثلا هنا total money تمام، وهنا نكتب زكاة، تمام، هتساوي. هناخد نفس الكود ده تقريبا، او لا مش هناخد نفس الكود، احنا هنكتب هنا اللي هو طبعا total money، تمام، المتغير اللي هو total money اللي هيدخل المستخدم، وهنعمل العملية الحسابية بتاعتنا اللي هو هيتضرب فيه الزكاة، بتكون ب2.5% على ما اعتقد يعني، فهتكون بالمنظر ده، تمام. هنبدأ ان احنا نعمل برنت، هو برنامج بسيط خالص يعني، احنا كده يعتبر خلصنا زي ما اتعلمنا موضوع اف في المثال اللي قبل اللي فات. وهنبدأ ان احنا طبعا نكتب هنا نكتب له هنا الزكاة هتكون كالآتي، هتساوي، هنفتح الأقواس بتاعتنا وهنكتب له إن الزكاة، وبعد كده هنكتب، تمام، على أساس إن احنا نطلع المعادلة صح واحنا قافلين الأقواس بتاعتنا، تمام. فدي المعادلة بتاعتها. بعد كده هنعمل رun، هيقول لي enter money amount، ممكن برضو نعمل له هنا \n، تمام. نبدأ ان احنا نحذف الزيادات دي اللي حصلت معانا، نبدأ نعمل run، نبدأ نعمل run تاني، وانا بيقول لي money amount، هقول له مثلا 10، هيقول لي نسبة الزكاة بتاعتك كذا. طب لو كتبت مثلا money amount، عملنا كده run وكتبنا الماني amount مثلا خلينا نحط رقم كبير، مش هيطلع لي رقم كبير، هيطلع لي طبعا نسبة الزكاة من الرقم ده. لو كتبت مثلا 10,000 او ايوه ده 10,000، تمام، هيطلع لي 10، تمام. تمام، فدي الحسبة بتاعتنا، ودي بتكون معادلة رياضية اكتر من انها كود، تمام. تمام، المهم تنظيمها بس في ايه؟ تنظيمها عندنا في اف، تمام. يعني المستخدم هنا بيدخل المبلغ اللي معاه، والكود بيحسب الزكاة عن طريق ضرب المبلغ في 2.5%، تمام، وبيطبع لك النتيجة بس. فهو ده كل الموضوع. طالما انت معاك النسبة اللي هتضرب فيها، فخلاص احنا عارفين المتغيرات بتتعمل ازاي وبرنت بتتعمل ازاي، تمام. فده يعتبر كان فيديو النهاردة. ممكن احط مثال تاني او لا، ولكن في حالة لو ما حطيتش مثال تاني فاعمل لايك واشترك في القناة، واستنى باقي فيديوهات صيانة ان شاء الله. هنبدأ ان احنا نعمل برنامج بسيط، وده اخر برنامج عندنا. هنضيف طبعا متغيرين، فكرة ان هو انت بتدخل رقمين او المستخدم بيدخل رقمين، بيبدأ يقول له هل يقبلوا الجسم على بعض ولا لا، تمام. يعني ممكن نعتبره زي موضوع الآلة الحاسبة او اقرب ليه شوية. هنقول له طبعا انتجر، بعد كده هنقول له انبوت، بعد الانبوت هنفتح الاقواس بتاعة الانبوت، بعد كده هنبدأ نقول له هنا انتر، نظبط الكوتيشن مارك بس، بعد كده نقول له انتر first number، تمام، ونديله \n، وبعد كده ناخد الكود ده كده زي ما هو فيه كان فيه قوس زيادة. هنبدأ نعمل هنا ونكتب b، تمام، نكتب هنا second بدل first، تمام، اعتقد اتعودنا على الموضوع ده. ونبدأ ان احنا ننزل تحت نقول له if a على b قارنهم لو طلعوا بصفر، او وهنا دي اول مرة نستخدم or b على a قارنهم برضو لو طلعوا بصفر، برنت مثلا ان هم هيقبلوا الجسم، برنت اس،
تمام. else print مثلا no. تمام. هنبدأ ان احنا نعمل run. هنا enter first number هنقول له مثلا 50/50 يس، لان يقبلوا الجسم على بعض. طب بالنسبة للمثال ده عشان نكون فاهمينه، احنا عندنا هنا A على B. شوف لو هي تساوي 0 او B على A، شوف برضو لو هي تساوي 0 الباقي يعني من الجسمة اطبع يس. طب امتى هيطبع نو؟ زي ما انتوا شايفين لما اكسب مثلا 7/3، لما الجسمة ما تساويش الصفر. تمام. احنا ممكن ناخد برضو الكود ده ونبدأ ان احنا نعمل كده، وبدل else هنا نكتب elif. بعد كده هنشيل طبعا النقطتين دول من هنا، ونكتب طبعا الشرط بتاعنا، وهنقول مثلا هنا ان هي لا تساوي 0. تمام. ونبدأ ان احنا برضو نقول له هنا لا تساوي 0 اطبع نو. تمام. فنبدأ ان احنا نعمل run، وبعد كده نقول له مثلا 7، بعد كده نقول له مثلا على 3، بعد كده هيديني نو. فدي بتديني برضو نفس النتيجة. تمام. طيب نرجع نعيد الكود بتاعنا تاني من الاول. لو انا قلت له مثلا 10 وعملت انتر وقلت له مثلا 10، هيبدأ يديني اس. فهمتوا الفكرة؟ فالشكل ده تمام نفس الشكل ده بالظبط. تمام كده، ان احنا لو رجعنا له هيكون نفس الشكل ده مع استخدام اور. تمام. فده توضيح بسيط بالنسبة للكود بتاعنا.